مش هسيب حقي. انا قاعد في المملكه لما اخد حقي. انا مش هنزل لبنتي واقول لها ابوك انضرب وجه، ابوك اتغرب عشان يزود دخله انضرب وجه. لا، انا هنزل مرفوع الراس. والله لو الشرطه هتكلبشني وتنزلني ترحيل ما هنزل على رجلي الا وانا واخد حقي. انا بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لك المواطن طالع يزود دخل، مش طالع يتهان ولا طالع يتضرب ولا طالع يتذل. ليه؟ ما عادش فيه رحمه، ولا كلمني برحمه ولا بانسانيه ولا بدين ولا بده كله. كلمني بفلوس، كلمني بعقد، امضي على العقد. طب انا متنازل عن حقوقي كلها في سبيل انه ما يلمسنيش، عشان اعرف اروح، اعرف اشتغل، اعرف. ده حياتي وقفت بالقلم ده. 29 سنه ما حد رفع ايده عليا. انا ابويا متوفي، الدنيا هي مدتني، بس ما توصلش ان حد يرفع ايده ويمدها عليا. والله وعزة جلالة الله لو روحي اقساط حقي، لو واخد حقي، لو هياخد روحي انا اقساط حقي، هاخد حقي بعد روحي. والله انا بناشد كل الساده مسؤولين، انا بناشد كل من هو مسؤول وقاعد على مكتب يخص الامر. هسيب الارقام، هسيب رقمي ورقم زمايلي اللي نزل مصر يسالوه الوضع هنا عامل ايه ويسيبني عامل ايه. طبعا محتاجين نسمع الطرف التاني لازم يطلع يحكي، بس مهما هيقول ومهما هيعيد ما توصلش المد بايد، ما توصلش لصفع الوجه. وانا اعرف ان السعودية فيها قانون حاسم جدا، بحكم زيارتي ليها اكتر من كذا مرة ان في قانون هناك لصفع الوجه بيوصل الادب فيه لملايين. ده غير طبعا موضوع ان هم خلوه مضى على جميع حقوقه هينزل كده والراجل الله يعينه. يعني قهر الرجال وحش يا جماعة، ان الواحد يعيط او يدمع. مش عايزين نقول مثلا يعني كنت خدت حقك في وقتها على طول، بس مش يعني ما ينفعش انها تتقال. هو ده بيبقى فعلي، وكل فعل ليه رد فعل، بس ما يعرفش بقى الاحداث هتبقى عامله ازاي وقتها. الاستاذ قال ان هو منزل رقمه، انا جبت الفيديو من على موقع معلوش ارقام ولا اي حاجه، بس زي ما تقول بعض من الناس خدته ونزلته عندها في اكتر من كذا موقع، ونشرت الفيديو عندي لعل وعسى ان صوته يتسمع وحد يقف جنبه ويسمعه في مظلمته ويشوف اذا كان ليه حق ولا ملوش، ولو ليه حق هيجي ازاي. واكيد 100% بصفعة الوجه ليه حق. ما بتكلمش بحكم ان انا مصري وهو مصري، بتكلم بحكم الاخلاق. احنا كمسلمين اخلاقنا ما تسمحش بكده.